يا كابتن حسام يا عميد الكرة المصرية، تعال اقول لك ازاي بكرة تكسب اثيوبيا سكور. يلا بينا يلا بينا. بص يا معالي الباشا، ماتش بكرة ده هيحطك بنسبة كبيرة قوي في كأس العالم، فاحنا نلعب بالطريقة دي عشان ناخد الثلاث نقط. وحراسة المرمى بيقول الشن شن شنه، حلو الكلام. قلوب الدفاع مكونين من رامي ربيعة اللي بيلعب الكرة القطرية وبيعرف يخرج بالكرة عن اي مدافع موجود في القايمة، لان احسن مدافع بيخرج بالكرة هو محمد عبد المنعم وهو مش موجود. المدافع الثاني للطول الفارغ، وان هو مع منتخب مصر بصراحة بيبقى جاي في فورمة توب توب توب، هو كابتن حسام عبد المجيد. طيب اللاعب رقم 6 تختلف او تتفق معايا، فهو مهند لاشين، لان مهند لاشين في الخروج بالكوره وانا فتحت قلوب الدفاع بالمنظر ده كده هيعرف يخرجني تمام ويطلعني من التلت اللي ورا للتلت اللي قدام. الباكات بيقولوا هنا معانا محمد هاني، عشان لو انا قفلت هنا بثلاثه محمد هاني في الحته دي كويس. ومحمد هاني انا بقول لك مع منتخب مصر مستوى مختلف تماما. وناحيه الشمال محمد حمدي اللي الاوفرات بتاعته مع بيراميدز بقت في حته تاني لانه لعب جنب كريم حافظ. طيب قدام بيقول زيزو وتريزيجيه، تمام، دول اللعيبه بتاعت نص الملعب. على اليمين صلاح وعلى الشمال مرموش والمهاجم مصطفى محمد. وانا بهاجم بالمنظر ده كده، لو عملت جبهه كده مكونه من تريزيجيه ومن مرموش ومن محمد حمدي، فساعتها مرموش هيزق ايه؟ هيزق خطوتين هنا، وتريزيجيه هو اللي يفتح ايه؟ الخط. وزيزو تمام لو راح هنا، وصلاح هو اللي يجي هنا، فانا بالتالي ما مليت الممرات الخمسه. في طريقه بتقول ان انا اقدر استغل مرموش وصلاح جوه العمق، تمام، معاهم مصطفى محمد. طب الطريقه دي بتقول ان ساعتها مرموش هو اللي هينزل هنا، وتريزيجيه هيفتح، وزيزو يروح ناحيه اليمين، ومصطفى محمد وصلاح هما اللي يروحوا بالمنظر ده، ومرموش هيستلم هنا ما بين الخطوط. ولو مصطفى محمد مستواه ما جابش الفورمه بتاعته جوه الماتش، يبقى مرموش هو اللي هينزل جنب محمد صلاح. الاثنين هيبقوا بالطريقه دي، وتريزيجيه وزيزو الاثنين فاتحين الخط، وساعتها ممكن انزل لعيب بلاي ميكر هو اللي يقدر يشغل الدنيا دي هنا. فقول لي بقى بالتشكيله دي، هل منتخب مصر قادر بكره يدي اثيوبيا سكور، ولا الماتش بكره هيبقى صعب علينا؟ ده اللي انا مستني منك في الكومنتات. يا كابتن حسام يا عميد الكرة المصرية، تعال اقول لك ازاي بكرة تكسب اثيوبيا سكور. يلا بينا يلا بينا. بص يا معالي الباشا، ماتش بكرة ده هيحطك بنسبة كبيرة قوي في كأس العالم، فاحنا نلعب بالطريقة دي عشان ناخد الثلاث نقط. وحراسة المرمى بيقول الشن شن شنه، حلو الكلام. قلوب الدفاع مكونين من رامي ربيعة اللي بيلعب الكرة القطرية وبيعرف يخرج بالكرة عن اي مدافع موجود في القايمة، لان احسن مدافع بيخرج بالكرة هو محمد عبد المنعم وهو مش موجود. المدافع الثاني للطول الفارغ، وان هو مع منتخب مصر بصراحه بيبقى جاي في فورمه توب توب توب، هو كابتن حسام عبد المجيد. طيب اللاعب رقم 6 تختلف او تتفق معايا، فهو مهند لاشين، لان مهند لاشين في الخروج بالكوره وانا فتحت قلوب الدفاع بالمنظر ده كده هيعرف يخرجني تمام ويطلعني من التلت اللي ورا للتلت اللي قدام.